السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ بعد التحية والسلام، وقبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا، لو كانت دي أول مرة بتشوف قناتنا يا ريت تشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. ولو انت من المشتركين في القناة يا ريت تحط لايك حلو للفيديو ده. ونبدأ مع بعض بإيش إيش ومسلسل إيش إيش اللي عمل ضجة كبيرة من أول رمضان، وخصوصا بعد الرقصة اللي رقصتها إيش إيش في فرح فارس المعلم الكبير بتاع قطع الغيار، واللي الكل اتكلم عنها، وان ازاي مي عمر بترقص بالطريقه دي. وطلعت اشاعات ان ده مش رقصها، وان ده فوتوشوب، وان محمد سامي عامل ذكاء اصطناعي وحاطط وشها على وش رقاصه تانية. طيب ايه حقيقه الاشاعه دي؟ وترى فعلا الكلام ده صح ولا مجرد اشاعات؟ ده اللي هنعرفه مع بعض في الفيديو. بس زي ما قلت لكم ما تنسوش اللايك والاشتراك، وتعالوا نشوف مع بعض مسلسلنا معروف قصته، او اللي بيتفرج عليه ومتابعه عارف ان ايش ايش طالعه رقاصه، بنت رقاصه معتزله، وان الكل بيحبها والكل عارف ان هي رقاصه ما فيش منها اتنين. وطبعا ده كان بيتطلب من مي عمر ان هي ترقص رقص مميز وتكون فعلا على قد الشخصيه اللي طالعه بيها. ولكن محمد سامي طلب من دينا ان هي تجيب رقاصه روسيه تكون بترقص شرقي كويس جدا، يكون عودها في نفس عود وطول مي عمر علشان تقدر ان هي تمثل الدور. وفعلا هي اللي رقصت الرقصة اللي كانت في الفرح، او الرقصة التانية اللي كانت في البيت. وكل الرقصات بتاعت مي عمر داخل المسلسل كانت هي اللي بترقصها. ومحمد سامي كان ذكي جدا جدا، وبجد بارع ان هو قدر يجسد الشخصية على شكل مي عمر. فدي حاجة محدش قدر يكتشفها ابدا، ولولا ان في مصادر مقربة جدا من مي عمر هي اللي نشرت الخبر وقالت الكلام ده، ما كانش حد عارف ابدا ان مي عمر ما رقصتش في المسلسل ده. لكن في بعض الاشخاص اللي يعني اتكلموا عن الموقف وقالوا ان مي عمر رقصها مش بالطريقه دي، او ان هي ما تقدرش ترقص بالبراعه دي. وده اللي جاب التساؤلات عند اشخاص كتير جدا، وبناء عليها عرفنا الموضوع ده. وفي اول ما طلعت كتير قالوا ان دي اشاعه، ولكن فعلا المصدر طلع قوي، وفعلا طلعت مش هي اللي كانت بترقص في المسلسل. لو وصلت معايا لنهاية الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك، واشوفك على خير في فيديو جديد. ولو مش متابع مسلسل ايش ايش على القناة يا ريت تنزلوا في صندوق الوصف، سايبالكوا كل حلقات المسلسل. واشوفكم على خير والسلام عليكم.